كلنا بنخاف من كلمة مريض قلب، مع ان علاج امراض القلب دلوقتي بقى سهل جدا مش زي زمان. وكلنا نسمع عن كلمة ان احنا بنعالج عن طريق القسطرة، بس عمرك سألت نفسك علم القسطرة ده بدأ ازاي واتطور ازاي؟ تعالوا انا احكي لك. في القرن ال17 ويليام هارفي اكتشف الدورة الدموية الكبرى، وقبليه بقرون كتير اكتشف ابن النفيس العالم العربي الدورة الدموية الصغرى اللي ما نقدرش نقبل حقه ابدا. وبناء على الاكتشافات الحلوة دي قدر أول دكتور إن هو يقرر أو يفكر إن هو ممكن يوصل للقلب عن طريق القسطرة. الدكتور ده هو الدكتور فيرنر فورسمان، اللي حاول يقنع الناس بنظرية إن هو ممكن يوصل للقلب عن طريق وريد من أي حتة طرفية. ومع الدكاترة كلهم عرضوه ومحدش قدر يقبل بالفكرة دي، اضطر إن هو يخش يعمل قسطرة على نفسه، ودخل فعلا في غفلة من الجميع وخدر نفسه بتخدير موضعي، ودخل بالإبرة وعن طريق الوريد قدر يخش الناحية اليمين من القلب وأثبت نظريته بالفعل. وكانت أول محاولة إن احنا نقدر نفكر إن أنت ممكن تخش القلب عن طريق شريان أو وريد طرفي. سنة 1960 قدر الدكتور سولنز إن هو يضع نظرية إن أنت ممكن تستخدم نفس النظرية وتخش عن طريق شريان طرفي لشريان القلب، وعمل أول قسطرة تشخيصية ناجحة على مريض سنة 1960. وفضل علاج القلب المفتوح هو العلاج الرسمي لمريض قصور الشريان التاجي في السبعينات، إلى أن في آخر السبعينات رائد علم القسطرة الدكتور أندرياس جرونزيج عمل أول توسيع للشريان عن طريق البالونة، ووضع نظرية إن أنت ممكن تاخد بالونة لحد الشريان وتوسع الضيق اللي موجود فيها. وبمتابعته للعيان ده وتم اكتشاف إن هو ما حصلوش أي ضيق في الشريان مرة أخرى، تم اعتماد الطريقة دي كعلاج رسمي لمرضى قصور الشرايين التاجية. وبعد كذا سنة تم اكتشاف الدعامات، إن احنا نحط دعامة بدل ما نوسع بالبالونة فقط، وجيل ورا جيل الدعامات تطورت، وأصبح عندي حاجة اسمها الدعامات الدوائية المغلفة بالدواء من بره عشان تقلل إن الشريان يحصل له دي مرة تانية. وكبر علم القسطرة جدا، وبقينا مش بس بنعالج الشرايين التاجية، ده احنا بقينا كمان بنعالج جلطات القلب في ساعتها، إن أنت ممكن تركب دعامة وتنقذ حياة مريض. ومع الوقت بقينا مش مجرد بنعالج شرايين القلب بس عن طريق القسطرة، بقينا نقدر إن احنا نزرع الصمامات عن طريق القسطرة، نعالج اضطرابات كهرباء القلب عن طريق القسطرة، نركب منظمات القلب عن طريق القسطرة. وما زال العلم يتطور وكل يوم عندنا جديد. تعال أقول لك حاجة كويسة جدا، إن كل الإمكانيات اللي بتسمع عنها دي وكل القصص اللطيفة دي موجودة في مصر، وبنفس الإمكانيات اللي موجودة بره. مش بس كده، احنا بنطلع بره وبندرس وبندي حالاتنا وبنشارك في كل المؤتمرات العالمية وبنفس المستوى اللي موجود بره. ثق تماما إن كل الإمكانيات دي موجودة عندنا في مستشفيات أندلسية.